بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أسماء عمالقة لاعبي النادي الأهلي منذ نشأته إلى وقتنا هذا، وكان لهم أكبر تأثير أثر في الرياضة المصرية. كان لهم تأثير أثر بالغ. على رأس هؤلاء كان اللاعب حسين حجازي، لاعب النادي الأهلي، وكان أول لاعب مصري وعربي يحترف في أوروبا. هو من أحد مؤسسي اتحاد الكرة المصري كرة القدم، وتألق في إنجلترا ولعب مع فولهام الإنجليزي، وكان كابتن منتخب مصر في أولمبياد 1920 و 1924، ولقب بأبو الكرة المصرية، وإنه شارك في تطوير اللعبة، وكان أول لاعب مصري يسجل في الدوري الأوروبي، سجل أهداف في الدوري الأوروبي، وكان اللاعب الوحيد غير الإنجليزي الذي مثل إنجلترا دوليا عام 1912 ضد أسبانيا، ثم عاد إلى مصر ولعب الأهلي ولعب النادي الأهلي، ثم انتقل إلى الزمالك. ثم انتقل إلى المختلط وهو الزمالك حاليا، ليقوده للفوز بأول كأس له 1921، ويعتبر أول لاعب انتقل من أهلي الزمالك والعكس، وكان قائدا ومدربا لأول منتخب مصري في أولمبياد 1920 و 1924، ظل رقمه التاريخي في الأولمبياد إنه أكبر لاعب سنا سجل هدف في الأولمبياد، واستمر لفترة طويلة هذا الرقم، وكان له دور بارز في البنية التحتية الرياضية في مصر. وتم توفي حسين حجازي سنة 1961، وتم تكريمه من قبل محافظة القاهرة، وسجل أحد الشوارع باسمه في شوارع القاهرة. هذا نموذج منذ أن عرف كرة القدم، وكان سبب انتقال الزمالك وسبب صدور عقوبة من النادي الأهلي بإيقافه هو الفريق بالكامل، لأنهم رفضوا صعود لمنصة الحصول على ميدالية المركز الثاني في الكأس، ورفضوا تسليم ميداليات، ورفضوا الصعود لمنصة